هذا الهاتف يستحق لقب الهاتف الحديدي وبجدارة، لأن اجى بشاشة غير قابلة للكسر حتى إذا ضربتها بمطرقة. هذا الهاتف هو الهونر X9A اللي اجي بشاشة مصنوعة من الزجاج المقوى وتكون ضد الكسر وتتحمل ضربات ووقعات بدون ما تخاف عليها. هاي الشاشة مو بس قوية وخلاص، لا، هاي الشاشة تعتبر من أفضل وأجمل الشاشات الموجودة بهاي الفئة السعرية، خصوصا انحناء الشاشة من طينة جمالية ويحسسنا بنحافة الهاتف، ومن طينة طابع الفلاجشيب خصوصا مع معدل الريفرش ريت العالي اللي هو 120 هرتز. والوان الشاشة جميلة جدا لأن الشاشة من نوع الأموليد وتدعم 1 مليار لون. هذا الخليط من المميزات منطينا شاشة جميلة وقد تكون الأجمل بهاي الفئة السعرية، خصوصا أنه الشاشة تغطي 93% من الواجهة الأمامية للهاتف، وهذا بفضل الحواف الصغيرة اللي اجى بها الهاتف. وأيضا مبدأ الانحناء استمر ويانا للجهة الخلفية للهاتف، وهذا اللي ينطانا مسكة جيدة للهاتف. ظهر الهاتف اجى بتصميم جديد وجميل جدا، واول ما تشوف ظهر الهاتف راح تحس انه الهاتف فلاجشيب ومصنوع من الزجاج، لكن الصراحة ظهر الهاتف مصنوع من البلاستيك المقوى. وبشكل عام تصميم الهاتف حلو ومميز بعد ما صارت كل الهواتف متشابهة وكلها كوبي بيست ونفس التصميم. ونجي هسه المعالج الهاتف اللي هو سناب دراجون 695 اللي الصراحة شاهدناه بهواي هواتف بالسنة الماضية، وأيضا راح نشاهده بهواتف هاي السنة. هذا المعالج أداء جيد جدا بالمهام اليومية وبلعب الألعاب، وراح ينطينا 30 إلى 40 فريم بلعبة بوبجي حسب الدقة اللي انت تلعب بيها، وأداءه بالألعاب البقية جيد جدا وما واجهت أي مشكلة ببقية الألعاب. يعني بملخص الكلام هذا المعالج شايفينه ومستخدمينه قبل، أنا أشوفه أداءه جيد، صح مو أفضل شيء لكن يعتبر جيد، والدليل هواي هواتف استخدمته السنة راحت وبعد شركات جاي تستخدمه هاي السنة، خصوصا أن المعالج مبني بتقنية حديثة ويعتبر معالج موفر للطاقة، وهو اللي راح يشكل لنا فرق كبير بتوفير الطاقة للهاتف، خصوصا أنه الهاتف يجي ببطارية 5100 ملي أمبير مع شاحن بقوة 40 واط. هذا اللي راح ينطينا أطول فترة استخدام، بطارية ضخمة ومعالج موفر للطاقة. بهاي الإمكانيات البطارية راح تصمد وياك اليوم كامل حسب استخدامك، بالإضافة إلى أنه الهاتف إجا برام 8 جيجا بايت، وهذا اللي سوى اختلاف كبير بأداء الهاتف وانطانا سلاسة وسرعة بالاستخدام. وأما عن كاميرات الهاتف، اجى الهاتف بثلاث كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل، والألترا وايد بدقة 5 ميجا بكسل، والمايكرو بدقة 2 ميجا بكسل. ونتائج الكاميرات قدامكم سواء الكاميرا الأساسية أو الألترا وايد أو المايكرو. أداء الكاميرات جيد جدا والدايناميك رينج بكل الصور ممتاز. يعني بالمختصر كاميرات الهاتف تقدم لنا أداء جيد جدا بالنسبة لسعر الهاتف اللي هو $249. والصراحة أنا هذا الجهاز أقدر أنصح به كجهاز مثالي وتقريبا خالي من العيوب، ويجي بمميزات هواي وبسعر مناسب جدا اللي هو $249. النسخة 8 جيجا عشوائية و128 جيجا تخزين، و$269 نسخة 8 جيجا عشوائية و256 جيجا تخزين. هذا كان كل شيء عن الهاتف، ونلتقي في فيديو جديد.